ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اللي كنحتاجو في البسطيله اللي كنحتاجو فيها كيلو ديال البيبي اللي هو هذا، وكنحتاجو كذلك الزيتون الحار، عطريه د الحوت، ثومه اللي بزاف، وعطريه د البسطيله د الحوت، وعندنا واحد حامضه مصيره، سكينجبير، عندنا الخرقوم وجوج معالق كبارين ديال التحميره، عندنا لاصوص صوجا وصوص ديال الحوت، وغنحتاجو كذلك الشعريه الصينيه، وكذلك غنحتاجو واحد شامبينيون معلب، وغنحتاجو كذلك الزيت. ندوزو للطريقه. كناخذوا البصله كنضيفوا عليها بيبي والثومه، وغنديروها فوق البوطه تشحر. مقيله واحده اخرى كنحتاجو قزبر ومعدنوس، عصير ديال حامضه اللي بزاف، عطريه ديال الحوت، معلقه ديال الحار على حسب الرغبه، الحار دائما. غندير تحميره جوج معالق، ضروري ما نخلي لكم لي زانغريديون في صندوق الوصف. لاصوص صوجا الا كانت خفيفه غديري معلقه كبيره، كانت ثقيله غديري منها غير شي شويه. غنحتاجو كذلك شويه ديال الزيت، وغناخذوا حامضه مصيره غناخذوا ليها اللب ديالها كذلك ونقطعوها طريفات. خليكم من بعد ما درناها فوق البوطه غادي نزيد الحامض المصير اللي حيت ليه اللب ديالو، وغادي نضيف كذلك واحد 4 كاس ديال الماء دافي. بعد ما ضفنا لها ديك 4 كاس الماء غنخليوها حتى تشرب هاد العطريه ديالها مزيان، عاد نطفيو عليها ونضيفوا لاصوص الحوت. من بعد ما طاب لاصوص غنزيدو عليه صوص ديال الحوت هادي، وغنزيدو كذلك عطريه ديال الحوت، يعني صافي ديال البسطيله، وغنردوها فوق البوطه واحد شويه. من بعد ما دارت لينا الشعريه الصينيه غنضيفوا عليها داك الزيتون والشامبينيون اللي قطعنا طريفات. سمحوا لي كنستعمل غير اليد ديالي. غنضيفوا داك لاصوص اللي وجدات لينا، وندوزو الان باش نعمروا البسطيله ديالنا. وها نتوما معايا هنا خديت زلافه درت فيها شويه الزيت وشويه ديال التحميره وشويه ديال عطريه ديال البسطيله د الحوت، دهنت الطاوه وانا ندهن كذلك الورقات ديال البسطيله.